غنضرب الفرحه اول مره نركب في الترام. مشيت لاحسن بلاصه وقلت لهم عطوني اكبر برجر عندكم. الترام وصل، مشيت شديت بلاصتي. الله يا اختي مبرد دايرين فيه الكليمه. يا اختي دايرين فيه تلويفي، ما كنتش عارفه هذه المعلومه. طلع الترام غدا طالع على الاكدال، واللي كيبغيو نكتر ليا جيم بغيت لكم شي خرجه احسن من هذه. دخلت الغابه سنتر اول مره نجي ليه، هادشي زوين كلاس فيه غير لي مارك العالميين. داكشي كيفتح النفس، ولكن الاثمنه غاليين. اي حاجه حليت عليها فمك وبغيتيها كاينه، كيما خلاتها مولاتا خاص غير الفلوس. غنضرب دويره عاد نمشي ناكل، كنشوف عجبتني شي حاجه نقدر ناخذها. دايرين في النهايه تخفيضات في مينيسو. عندي خت هاد عروسه البحر حتى هي كان جاتني كادو. انا وماما الموت ديال الضحك، ماما كتخاف هاد الدروج هادي. عرفتي شحال ضحكنا؟ مشيت نيشان دي فاكتو، عرفتي لقيت فيها شي كساوي فنين غادي نقيسهم وغادي نوريكم. عرفتوا يا الناس هاد الكحله هادي هي اللي حمقاتني، كتجي اختي لاصقه. عرفتوا الكبيده ديالي زوينات غير ديال الصيف. راكم عارفين هاد البنات كنشوف شي كسيوات هكا اللي عجبوني انا تجي نطلع ليا في الراس. المول كبير جاني الجوع، قلت ماما يلاه ناكلوا عاد نكملوا الدوران ديالنا ونشوفوا شنو غادي نديروا. مشينا نيشان لبلاصه الماكله. عرفتي يا اختي والله الا ما عرفت شنو غادي ناخذ. حيره قالت لي ماما اختاري بنيتي اللي بغيتي. عرفتي يا اختي الدنيا غزاله، جاب لي راسي والله الا غير حنا اللي ما كنخرجوش. مشيت نيشان الكبيده ديالي زوينات الماكدو. صافي اخر حاجه يا البنات كومونديت انا وماما، قلت لها جيبي لي اكبر برجر ديال اللحم. يا اختي ديك النهار كنت جربت تشيكن، دابا قلت لها غادي ناخذ ديال اللحم ونشوف المذاق ديالو زوين ولا لا. ايوا صافي يا البنات وصلتنا هنايا الكوموند ديالنا، وخدينا الكبيده ديالي زوينات كما كتشوفوا معاهم الفريد ضروري. انا اختاريت فانطا، ماما خدات هاواي. عرفتي يا اختي داك الكاس فيه نص لتر، عرفتوا يا البنات مع فيه لي كلاصون والله الا واعر كيبرد على القلب. مع هاد الصهد يا اختي ما نعاود ليك، براسي فرحانه. الخروج كيغير النفسيه. بديت يا اختي هنايا كناكل، بديت اول حاجه الكبيده ديالي زوينات بالفريت والمناضه. الدنيا كانت عامره، واخا يا اختي راه خرجنا مع الوقيته ديال الغدا وهكا الكبيده ديالي زوينات ولقينا الدنيا عامره. ايوا صافي يا البنات شوفوا لي يا اختي غير داك الهامبرغر قداش، وفيه الفرماج والكفته ديال اللحم ما شاء الله تبارك الله. مو حالي يا اختي واش نكملوا غير سكتي. ماما خدات ليا اكبر واحد. انا بينات في الصباح كاع ما فطرت مزيان، عارفه راسي غادي نجي وغادي نخرج نتغدى برا جايه موجده. كليت غير واحد الكيكه خفيفه وصافي. ايوا يا البنات نقولوا بسم الله وندوقوا اول عضه في الهامبرغر ديالنا. ما شاء الله يا البنات واحد البنه خياليه فن بزاف. قلت ماما بلا ما تكوموندي لينا ماك فلوري دابا خليه حتى الاخر تنشوف يا اختي واش غادي نكمل الهامبرغر ديالي ولا لا. ايوا صافي يا اختي جالسه كنتحدث انا وماما الحبيبه ديالي الله يخليها ليا. احسن حاجه هي نخرج انا وياها الراس في الراس، ندوزو النهار كامل وحنا كندورو وناكلو ونديرو الشوبينغ. واللي زاد فرحني اكثر انني تلاقيت مع متتبعات كيبغيوني وحافظين فيديوهاتي. ما تخيلوش يا اختي الظرافه والزين وحده تلصق في الاخرى. انا وماما كناكلو كنتحتو كندوزو احسن اوقات. الله يا اختي فين كنخبي لي هادشي، الناس كاملين خارجين، جاب لي الله انا الوحيده اللي جالسه في دارنا. انا وياكم يا اختي حديت ونغسل. بالنسبه للبرجر يا البنات فيه الكفته ديال اللحم والتقييم ديالي غادي نعطي 10 على 10 فيه دوك لي صوص هما اللي مزينينو. عرفتوا يا البنات وجاب لنا يا اختي بطبيعه الحال الكيتشوب اللي درنا تا هو مع الفريت. بعدا يا البنات الماكله ما عندي ما نقول فيه عجبتني بزاف، خصوصا يا اختي ديك المناضه والله الا كتبرد على الجوع. عرفتي يا اختي الا كملت داك البرجر ما قالها حتى لحد غادي نكمل الماكله ديالي اللهم انت ماني محفوظه من الزوال. ايوا يا اختي والله الا فرحت اليوم ما قداني فرحه. دوزت واحد الخريجه فنه فوشت بعد على قلبي وتساريت يا اختي المول كامل. عرفتوا يا البنات ما خليتو يا اختي قلت. عرفتوا يا البنات خديت بزاف ديال التصاور تذكاريه فين ما نشوفهم غادي نتذكر نقول هذه هي اول مره مشيت فيها الغابه سنتر. ايوا يا اختي شنو غادي نقول لك، ماما صراحه كملت البرجر ديالها. انا يا اختي ما قديتش، خليت تقريبا النص ديالو حيت فريمون يا البنات غير داك الفريت وديك المناضه صافي راه كتشبعي والله العظيم. ولكن بيني وبينكم راه الماكله كانت بنينه بزاف، وحتى الفيديو يا اختي اللي كنا جالسين قدامه كان زوين، الناس غاديين جايين. والله البنات ما كرهتكمش كنتو معايا كاملين. عرفتي يا اختي ما بقى لنا والو غادي نسالو الماكله. قالت لي ماما يلاه سربي باقي لنا يا اختي جوج ايطاج غادي ندوروهم كاملين وغادي ندورو يا اختي نسالو حتى في المرجان اللي كاين هنايا. عرفتي يا اختي راه خاصك نهار كامل اللي بغيتي تساريه كامل وتشوفي كاع داكشي اللي فيه. راه فيه بزاف ديال لي بوتيك يا البنات، بزاف يا اختي ديال لي زاكتيفيتي تما بالدراري الصغار وداكشي. ايوا صافي الكبده ديالي زوينات. انا كنت ساليت الماكله ديالي من بعد يا البنات نضنا هنايا بقينا يا اختي كندورو وكنشوفوا هكا كنكتشفوا اكثر واكثر. وحاولت نصور لكم كلشي، قلت ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه. حاولت حتى نتوما ما نخبي عليكم حتى شي حاجه ونساريكم معايا وتشوفوا نتوما غابه سنتر كامله. انا صراحه البنات التجربه ديالي الاولى وجيت يا اختي تساريت فيه عجبني بزاف، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين وفيه البنات بزاف ديال لي مارك الحوايج فنين، ولكن كما قلت لكم الثمن شويه غالي. دزنا يا اختي من حدا هنايا برشكا كاينين بزاف ديال البنات بزاف ديال المارك واعرين. ايوا ها انتما الكبيده ديالي زوينات عندكم نتوما تقولوا شي الكسيوه كي جاتني، راني ضروري الراي ديالكم كيهمني. عرفتي يا اختي هي اللي بانت لي غادي نلبسها وجاتني صيفيه هكا وبارده. صافي الكبيده ديالي زوينات من بعد ما درنا كلشي وغادي نخرجوا دابا يا الناس باش غادي نمشيو. صراحه انا عييت وضروني رجليا من الصباح وانا كنسارع انا وماما، وصراحه كانت تجربه زوينه وكنشكرها بزاف. كنقول الله يخليك ليا حيت عطيتيني اليوم هاد الفرصه. عرفتي غادي نمشيو للدار غادي نعس
الناس وما غاديش نتعشى. ايوا يلاه يا الكبيده ديالي زوينات كنبغيكم باي باي. كيت نهار عيد ميلادي جوج سيمانات وانا كنوجد نزل عليا الخبر كي بحال الصاعقه بقى فيا راسي موجده لي غوب ديالي والسيكان ديال السفر. كي غادي ندير عاطيه التسبيق في الفيلا اللي غندير فيها العيد ميلاد وعاطيه الكرمه الدقيقيه. راني تشويته عباد الله في اقرب الناس ليا ما بين الحياه والموت. شحال وانا نخطط لهاد النهار ما بقى هامني لا تصوير لا والو. ما عرفت كي غادي ندير ندوز نهاري وقلبي وعقلي معاهم في السبيطار. كلشي تعوض ولكن الا مشات الناس الغاليه شكون يعوض بلاصتها. نضت في الصباح ربي اللي عالم بيا ماما غير عيطوا عليها في التليفونات كتجري هي وبابا ومشاو للسبيطار. انا عارفاكم ما فاهمين والو. خالتي اللي عزيزه عليا دارت كسيده ودخلت في غيبوبه. ماما وبابا عيطوا عليهم الصباح وقالوا لهم اجي ورا دخلت دابا ليرجونس. ماما وصلتني على اختي ودات معها خويا الصغير وقالت لي ردي ليها البال بنيتي. ماما مسكينه فشلوا عليها رجليها ملي سمعت الخبر. فين هي الشهيه ديال الفطور؟ فطرت غير ميني فطور وصافي. ناضت اختي نجمع انا دوك الميانات قلت غادي نحيدهم عليا خاصني ضروري نجمع دارنا ونرتبها واخا هكا العقل ما كاينش. انا الناس اللي كيديروا ليا جيم بغيت ربي يعطيهم الخير والخمير حتى ما يعرفوا كيديروا لي. حيدت عليا دوك المواعن ومشيت اختي طايره سمعت ماما كتصوني عليا في التليفون. والله يا ربي الله قولي لي يا ماما وطمنيني يا ربي ما تكونش شي حاجه خايبه. قالت لي بنيتي راه باقي كنتسناو الطبيب يخرج ولكن انا شويه وغادي نجي انا وبابا. ماما مسكينه ما بغاتش تخليني اكثر من هكا. قالت لي بنيتي انت ما تقلقيش اللي بغاها ربي هي اللي كاينه ما حسب المزود غير اللي مخبوط به. انا غير سمعت لابيل ديال ماما نط كنطير نجمع الدنيا ونرتب كل شيء. اختي ما تعرفي شنو غادي يجي معاها. من بعد ما قديت الصاله دزت اختي هنايا للشطابه دوزتها هكا خفيفه ظريفه وقلت غادي ندوز واحد شفيفه. ما عرفت ربي شنو نخبي ليا يمكن خير ليا. مشيت نيشان يا اختي الحمام عمرت انايا طلب الماء وغادي ندير فيه تيدو ثاني كروه وجافيل وغادي ندوز يا اختي واحد شفيفه هكا خفيفه ظريفه على الدار. اختي اسراء مسكينه كتسولني على ماما قالت لي ايا وقتاش غادي تجي راه تعطلو. قلت لها انت ما ديري في راسك والو شويه وغادي يجي ولا جاك الجوع قوليها ليا. خليتها كتفرج يا اختي في التليفون ومشيت الكبيده ديالي زوينات انايا بديت يا اختي من الكوزينه غير كنلهي راسي حيت لبقيت غير جالسه وكنفكر غيضرني راسي. صافي يا اختي كملت انايا حتى الكولوار ما نسيتوش. المهم رديت الدار نقيه وغادي نمشي يا اختي هنايا اسراء سخرتها قلت لها حبيبتي جيبي لنا واحد جوج اندومي هكا غير نسدو بها الجوع. ايوا صافي يا البنات مشيت يا اختي هنايا درت التليفون ديالي تشارج كما كتشوفوا. ايوا يا اختي ماما جات طقات الباب مشيت كنطير عرفتوا يا البنات يلاه حلات الباب تلاوحت على عنقتها لاحقاش البنات كنت خايفه بزاف وكنتسنى يا اختي بفارغ الصبر باش توصل باش تقول لي شنو كاين. ماما يلاه دخلات كتقول لي غير تسناي. كانت عندها يا اختي هنايا قالت لي بنيتي بلا ما ديروا داك اندومي خليوها حتى العشيه انا غادي نطيب لكم الرفيسه دغيا غادي نزرب عليها وزيدوا الباقي دابا يلاه جوج ونص باقي الحال. ايوا صافي يا اختي مشيت انايا نطلع لها في الكوزينه قلت لها ماما بلا ما تعذبي راسك. قالت لي غير سكتي ما يمكنش نخليكم بالجوع. ماما وانا عارفه ما كتبغيش مسكينه تخلعنا كتقول لنا راه شويه غير دعيو معاها وصافي غير قولي لنا ماما عافاك راه قلبنا مقبوط عليها وضروري خاصنا نعرفوا فين وصلت. الحرشه يا اختي تا هي وجدتها وبدات هنايا كتفرتت فيها. راكي عارفه والله الا كنا محتاجين يا ماما هاد القصريه ديال رفيسه لا يخطيك علينا واخا ماشي الوقت ديالها المناسب دابا. قالت لي يا بنيتي سيري توضاي الظهر ودن وصلي صلاتك الله يتقبل لينا وجميع المسلمين. ضروري يا اختي الصلاه هي الوحيده هي الملجا الوحيد ليا. غادي نزكو في السما ونقول يا ربي ترجع لي خالتي باحسن يا ربي صحه ونحضر انا وياها العيد ميلاد ونشطو ونضحكوا. بدات هنايا كتسقي لنا يا اختي كما كتشوفي في القصريه اصعب حاجه هو تشوف بان اعز الناس اللي كتفقدوا. انا كنطلب سيدي ربي يا ربي دعواتكم معها البنات عافاكم راني محتاجه ليكم. ايوا صافي يا اختي ديت انايا المعالق وديتي الكبيده ديالي زوينات قرعه ديال الماء والكاس. ايوا الكبيده ديالي زوينات وحطيتهم يا اختي وغادي نزلوا دابا كلشي فوق الطابله. واخا يا اختي راه باش نقول لك نيشان راه ما كايناش الشهيه راه غير نقبنا وصافي. واخا هكا الكبيده ديالي زوينات غير بالعكس جات يا اختي واحد قصريه ما نعاود لكمش عليها فنه بزاف بزاف. انا يا اختي جلست هنايا جات عندنا جارتنا كتسول ماما وداك الشيء قلنا لها زيدي شاركي معنا الطعام اصلا حنا راه ما غاديش نقدروا ناكلوا هاد القصريه كامله. ايوا صافي يا اختي وبيني وبينكم والله العظيم الكبيده ديالي زوينات حتى جات ديك الرفيسه فنه فيها واحد البنه خطيره. شوفوا لي اختي اسراء تقول لكم حتى هي بنينه عافاكم البنات. انا كنطلبكم غير هزوا كفوفكم للسما وقولوا يا ربي تشافيها يا ربي. صافي يا اختي من بعد ما ساليت وجمعت ديك الدنيا انا وماما عييت صراحه ومشيت يا اختي هنايا تكيت جا الليل وديك اندومي اللي ما طيبناش في الغدا. صافي يا اختي قالت لي يا اختي اسراء صافي ايا غير طيبيها لينا العشاء اصلا يا اختي ما كنبغيوش حنايا نقويو في العشاء نديرو هكا غير شي حاجه خفيفه ونتهناو. مشيت يا اختي هنايا درت الماء سخن نتوما راكم عارفين الطريقه انا راه ما كنعلمكمش طيبوا. ما بغاتش تاكل كنا غنديرو طاجين ساعه قالت لي صافي بنيتي غير قضيو نتوما انا ما عنديش كاع الشهيه. ايوا صافي يا البنات كما كتشوفوا الكبيده ديالي زوينه طيبتها وجلست يا اختي انا واختي اسراء الكبيده ديالي جالسين كناكلوا مرحبا بكم الا قبلتوا علينا. ايوا صافي يا البنات صراحه ما كاينين حتى شي جديد. ماما مصباح وهي كتعيط عليهم في التليفون العائله راهم باقيين يا اختي في السبيطار. ايوا نرجعوا عند غدا ان شاء الله. ايوا يا اختي ان شاء الله يا ربي نسمعوا عليها شي اخبار ويقول لهم الطبيب راه حالتها تحسنات وما بقى ليها والو وغادي تخرج. هادشي اللي كنتسنى انا اصلا نسمع. هادشي هو اللي كاين البنات ودعيو معها عافاكم. فينكم اخوتي دموع الفرحه سبقوني حتى فقدنا الامل. حالتها بدات كتحسن اجيو تشوفوا شنو غنديو لها للسبيطار. عندنا الزياره مع الثلاثه هبط البي من حدا الدار ونشوف شنو غنديو معانا. والله البنات كنحس براسي مرفوعه باغا غير امتى نوصل للسبيطار ونطمن عليها. كنت غادي ندير ليها هاد الضالون ولكن قالت لي ماما خدي ليها شي 4 بيرلي هما اللي احسن. خديت اختي هاد الجبن هذا بارد تبرد بيه مسكينه على قلبها ولكن هادشي غلا قدات تاكل. وجات كرتونه
بيطونات ديال الحليب. المهم هو نديرو معاها الصواب وصافي. الحمد لله خوتي حنا ماشي نكارين الخير اللي دارها فينا زوينه كردوها لي على قدو كل واحد وصوابو. خديت كاع داكشي اللي خاصني مشيت رجعت لقيت لاله الحادقه جالسه كتعجل لنا يا اختي خبيز ديال الدار شحال بيننا وبينه واخا ما مساليش وما عندناش الوقت. غد ليا ماما غادي نقرصو غادي نصيفطو غير الفران ديال الزنقه. انا داكشي اللي شريت اختي الحليب هكا ودانونات وداكشي اللي شاركت معكم مشيت نيشان حيدته من الصاك ديال بيم ودرتو في الثلاجه. ايوا دزت يا اختي هنايا قالت لي ماما غادي نوجد يا اختي كبيدات وكناسات غادي نقطعوهم هنايا وغادي نديروهم يطيبوا. لحقاش يا اختي قالت لك يا خالتي كتبغيهم وضروري خاصها تاكل باش ترد فيها النفس. خالي غيمشي معانا سخرات وماما يمشي يجيب يا اختي الكفته ديال اللحم. ما نكذبش عليكم ونقول لكم حنا اللي غادي نديوها. مشيت نيشان يا اختي جبت هنايا كما كتشوفي الصاك الكبير ديال المرجان هو اللي غادي يقادنا في داكشي كامل اللي غادي نوجدو. ماما من بعد ما قادات العطريه دارت البصله ودارت كلشي يا اختي وخلاتهم هنايا كيتشحروا. ودرتي الكبيده ديالي زوينه انا واحد 3 ديال البيضات يا اختي درتهم يتسوقوا. ومن طرا كتوجد كلشي معاونين انا وياها. قالت لي يا بنيتي عيط على ان درايف وعطيه المعنوان وكلشي وقول ليه يا اختي الوقت اللي غادي يجي لينا. والله الا البنات احسن حاجه داروها يا اختي ما نبقاوش كاع نجرجروا في الطاكسيات. ايوا صافي الكبيده ديالي زوينه تفاهمت معاه وكلشي. ايوا البنات هانتوما ماما مقالها والي اختي وغادي توجد. جالسه الكبيده ديالي زوينه كتقلب هنايا في المقيله. انا غادي نمشي نوجد الحوايجات ديالي اللي غادي نلبس بطبيعه الحال ما غاديش نمشي بالكسوه ديالي داكشي علاش غادي ندي معايا هذه البيضه اللي كانت جابت ليا ماما كادو. ها انتم البنات هذه اختي اصلا مخليها انا غير الخرج ولا نكونوا غادي لشي بلاصه مهمه. ايوا اختي والله الا انا متشوقه بزاف وقايا البنات والله العلي العظيم وقتاش غير نوصل ونشوف خالتي ونطمن عليها. غادي نلبس معاها هاد الصنداله هذه اللي كانت هي جابتها ليا ماما كادو. المهم كما كتشوفوا الكبيده ديالي زوينات النضيدرات ديالي وصاكي حاجه ضروريه ولي داكسيسوار صافي بلا ما نعاود نشارك معكم نفس الحوايج. حوايجها هما حيدتهم عليا وغادي نحطهم على جنب. المهم هو وجدت شي حاجه على تيساع باش ما نبقاوش اختي مزروبين وهكاك ملي وصل الوقيته نبقاو علينا زرب زرب زرب. انت اختي اللي كديري ليا جيم انا بغيت لك الصحه هي اهم حاجه ما عمرك ما تخصي ولا تذوقي الدواء في فمك. ماما بدات كتقادي اختي هنايا من بعد ما شافت طاسه ديسير اللي غادي نديو لها كما كتشوفي يا اختي العنب هنايا هو اول حاجه. من بعد يا البنات درنا يا اختي البنان وهي الكبيده ديالي زوينات دينا لها داكشي هكاك خفيف ولكن هكاك اختي راه كبرنا بها ودرنا معاها الصواب. كنطلب ربي ترجع لها الصحه ديالها يا اختي في اتمم حاجه. وديك الساعه الكبيده ديالي زوينات ندوزو الحفله مع بعضياتنا ديال عيد ميلادي بطبيعه الحال. الخبز يا اختي من بعد انايا مخمر قالت لي ماما سيري بنيتي ديه. ايوا الكبيده ديالي زوينات راه وصلت عليه جارتنا قلت لها هكا وليت شي جابي يا اختي الخبز ديالك عندك تنسيه لينا. ايوا صافي يا البنات بالنسبه لي اختي الكبيدات والقناصي راهم وجدوا وجاو يا اختي شهوه منهم لا يخطيك علينا ماما والله الا طيابك ما شاء الله. دارتهم هما في طاسه وسدات عليهم مزيان. ها الطاسه ديال البنات كيخليو كلشي سخون. غدا في طريق الفران. المهم الكبيده ديالي زوينات ها انت يا اختي كما كتشوفي الخبز ديال الدار هو حيدنا علينا ما كاين ما احسن منه هذاك ديال الزنقه الله يعطينا بركته. صافي ماما الكبيده ديالي زوينات سدات يا اختي على الطاسه مزيان وحطاتها على جنب ودابا غادي دوز يا اختي باش غادي توجد دوك البيضات 3 اللي سلقات حتى هما يا اختي غير على حساب خالتي وصافي وقاداتهم حتى هما في طاسه وسدات عليهم كدير كل حاجه بلاصتها ودارت معاهم شويه الملحه. حنا عارفين بان خالتي ما غاديش تاكل هادشي كامل ولكن غير داك الاحساس ديال ان عائلتك في جنبك وفي السبيطار ومفكرينك وكيهزوا لك يا اختي الهم وباغيينك تبرا وكيدعيو معاك هذيك هي كلشي في الدنيا. ايوا الكبيده ديالي زوينه جات الوقيته ديالي من بعد ما جيت من الفران يا اختي غادي نهز داكشي كامل وكنشاركو معكم حاجه بحاجه وغادي نقادو يا اختي في الصاك. المهم اي حاجه رتبنا وسدات عليهم ماما في طاسات مزيان يا اختي كما كتشوفي ودات يا البنات هنايا حتى الحليب وداك دانون وداك الشيء كامل. المهم اهم حاجه هي ما نسينا حتى شي حاجه. كنطلب ربي الكبيده ديالي زوينات راه كنهز كفوفي في صلاتي وكنقول يا ربي تشافيها لينا وترجع علينا بخير. درنا داك بيرلي تا هو الكبيده ديالي زوينات اللي درنا والكفته يا اختي راه جابها خالي عرفتو في اخر لحظه. الكفته ديال الحميه الكبيده ديالي زوينات فيها واحد الريحه غزال وباقا سخونه لوها لي اختي في الومنيوم هنايا وقال لي هاك اخويا باش تبقى سخونه. المهم الكبيده ديالي زوينات وقادينها حتى هي الصاك ديالنا ها هو واجد. غادي نمشي طايره يا اختي ما نتعطلوش على الزياره. غادي نمشي يا اختي نبدل نلبس هنايا الكسوه ديالي قلت ولا بد هكا نشاركها معكم. درت سنيسله في عنقي وقولوا لي نتوما كي جاتكم راكم عارفين الكبيده ديالي زوينات الراي ديالكم راه مهم بالنسبه ليا. جاتني زوينه ما شاء الله تبارك الله. صافي يا اختي لبستها غادي نلبس هي الكبيده ديالي زوينات غادي نقاد شعري هكا ما غادي نديرو حتى شي حاجه في وجهنا راكم عارفين غير اكرون ديال الشمس عاديه. عرفتوا يا البنات انا كيعجبوني الكسيوات كيجيو زوينين في اللبسه والصاد هذا وكيكونوا مبردين. بالنسبه لخوتي راه ما غاديش ندوم معنا طبيعه الحال السبيطار راه ماشي اللعب هذا. دوزناهم يا اختي عند جداتي وخليناهم عندها تا رجعوا ديك الساعه نجيبوهم لدارهم. صافي وجدنا كلشي غادي نطفيو الضو يا اختي وغادي نسدو علينا الباب يا الكبيده ديالي زوينات وغادي نمشيو يا ربي يا ربي امين. والله الا يا بنات القهوه كلشي بخير وفايقه يا اختي وتحدثت معنا وتاكل باش تبرا وترجع. عرضنا على نسايبنا جداد الكوتين تعرفوا عليهم كثر ونحدوا شحال غيكون في الصداع. ماما قلت لها لبسي غير الجوهره قالت لي لا الصهد هذا غنلبس غير الفراشه خفيفه. انا يا اختي غير سكتي حايره شنو غادي نلبس. ويلي يا ماما عندك تنسي المارياج ديالك هو والكرميطه والسلسله بركه باش ما يبانش داكشي معربل. ماما وجدت الطرح ديال المسمن ما بغاتش تشري من الزنقه غير كيلوكا ويحطوا. صافي جبت الحلوه والكرواسه وكاع داكشي اللي خاص ما نسيت بعدا حتى شي حاجه. تلقي راسك اي جري عند الخضار اللي في راس الزنقه ديروا الصواب مع سابنا جداد نقدروا نشدوهم من العشاء. ماما مشات تصل الحمام بالماء ديال الجليج رداتو كيشعل ما شاء الله. ويلي يا ماما لقيت الخضار عليه الزحام عادينا على جوج الناس جبت واحد الدجاجه فيها 3 كيلو غنديروا معاهم الصواب. حنا عارضين عليهم الكونتي ولكن الا جلسوا للعشاء مرحبا والف مرحبا دخلوا للخاطر وبغيناهم مرتاحين ليه. والحمد لله الله الا لقينا مع محسن منا ديك السطاره يا اختي قلت ولا بدا خاصني نمشي نجمع نوجد يا اختي دارنا من دابا نسيقوا ونقادوا ونرتبوا كل حاجه ردوها لبلاصتها. الضياف هادو خاصهم يلقاو دارنا نقيه واللي كيبغيوني اكثر يجب انا بطربي فايده عليكم الخير
بخير ما تلقاو كيديروا ليه. ماما غسلت ديك الدجاجه يا اختي كما كتشوفي بالحامض وكنجبر باش تحيد منه ريحه التفوريه. ايوا راه هذه حاجه ضروريه. ولا سنايا ديك الحادقه لا الحادقه طحنات كما كتشوفي الربيع والثومه. يا اختي انا من بعد ما ساليت البنات من مخاد وقاديتهم درت اختي للشطابه دوزت على الموكيت تا هو وخليت الصاله نقيه بعدا. ها هي هذه حيدتها عليا وتهنيت نشوف حاجه اخرى. جات لقيتها ديال الشرموله اللي غادي تكون على حقها وطريقه اللي كتقاد غير لاله مولاتي حادقه يا اختي الدجاجه. مسحت ديك المرايه اللي مع الدخله ديال الباب مع غيدخل بنادم ضروري خاصو يشوفها خاصها تكون نقيه. انا كنت قلت لماما نديرو دوك المرايه الطوال مع الدخله ديال الباب انا وزوينين ساعه عندي خوتي صغار ما يخليوهاش من النهار الاول. البنات راه ما غالياش بزاف ولكن يا اختي غنجيبوها عا نخسروا فيها الفلوس حيت خوتي صغار ما غاديش يخليوها. كدات لك واحد لاله مولاتي شرموله ريحتها عاطيه ما تبنين فيها العطريه وقادات البنات هذوك الكنيسات ودوك الكبيدات حتى هما يا اختي قاداتهم. ايوا صافي وغادي تحط دابا في البلايصه ديالها باش غادي نديرها انا يا البنات طبيعه الحال يا اختي في الثلاجه. ايوا صافي يا اختي انا ساليت بدا من المرايه رديتها كتشعل ما شاء الله تبارك الله. ومشيت اختي هنايا واقفه حتى ماما كنتسنى صافي غتسالي تغلف يا اختي ديك الدجاجه كما كتشوفي بالميكا وغادي تعطيها ليا باش غادي نديها درت في الثلاجه ونخليها. ايوا راكم عارفين يا البنات ضروري يا اختي الدجاج عندك تنساي ما ديريهش في الثلاجه غادي يمشي يخنس. ايوا يا اختي غادي نضربي كلشي في الزيرو. الغدا ديال اليوم الصراحه ما عندي ما نقول لك ما عرفنا ما نديرو بالي انا غير من الحوت قلت لماما غادي ناخذوها هكا غير شي كيلو يا اختي وغادي نتهناو. ايوا صافي يا البنات ضروري يا اختي كما كتشوفي تشفى ملي يكونوا عندك جايين ضياف. انا بغيت دارك تكون نقيه وتتشعل وجليت كلشي نقي ما تخلي لهم فين يدويو يجيو لدارك القهوه مجموعه وناضيه. اما الا كانوا عندك دراري صغار هذيك الساعه غادي توصيهم وغادي ديري اللي في جهدك. هذاك كما كتشوفوا البنات داك الحوت يا اختي انا من بعد ما خلاتني ماما كنكمل الجفاف دازت هنايا البنات ما تقلي بطبيعه الحال من بعد يا اختي ما دارت الزيت في المقله وخلاته يسخن. صراحه والله الا تلفنا حنايا اصلا مشغولين وباغيين غير نوصلوا لضيافنا ونديروا يا اختي كلشي بخير وعلى خير. مشيت بلا واحد القرعه ديال المناضه اليوم اصبح عندنا واحد الصاد عرفتي راه ما نعاود ليكش هي اللي بانت لينا نبردوا بها يا اختي على الجوف. ايوا صافي البنات ماما هنايا حيدت على ما بقى لا والو غادي تالي يا اختي كما كتشوفي داك الحوت. انا مشيت ندير التليفون ديالي يتشارجي باش نبقى على اتصال مع الضياف ملي قربوا يوصلوا غادي يعيطوا عليا في التليفون باش نتعرض لهم لحقاش كما كتشوفي البيضه ديالي زوينه ضروري خاصني نجيبهم. بانت لي انا غير في واحد الشرموله كلا ديالي ها عندنا يا اختي كما كتشوفي الدنجل قلت لماما عير قطعيه دواء حتى هو وقليه ما حدنا يا اختي شاعلين المقله ودايرين فيها الزيت. ايوا صافي يا البنات كما كتشوفوا غادي نكملوا يا اختي الغديوه ديالنا وانا بطبيعه الحال راني كنشارك معكم نهارنا. مشيت يا اختي هنايا كما كتشوفي جبت البلاطو بديت كنقاد فيه الكبيده ديالي زوينات الكيسان والقرعه ديال المناضه وما بقى لينا والو غادي نحطو كلشي فوق الطابله. ايوا صافي البنات ما بقى لها يا اختي والو غادي تسالي مرحبا بك والف مرحبا. بان لينا يا اختي اليوم غير القليان اش غادي نقول لك الفريت يا اختي كاع ما درناها ما كانش عندنا اصلا الوقت. كبيت كل واحد الكويس ديالو ديال المناضه غادي ندوق ديك الشرموله اللي قادت ماما يا البنات جات فنيونه ما شاء الله تبارك الله. والحوت خلطنا يا اختي ما بين السردين وكبايله المهم غير قدينا وصافي اصلا حنايا مزروبين وما عندناش الوقت. ايوا دابا جات الوقيته اللي غادي نشوفوا شنو غادي نلبسوا. ايوا يا اختي اش غادي نقول لك انا وماما تخالفنا في الراي قلت لها ماما الله يهديك خليكي يا اختي تلبسي هذه كتجيك فنيونه هاد الجوهره في القرونه على مزينتها. قالت لي شوفي بنيتي الصهد غادي يقتلني والله ما خليني نلبس غير هاد الفراشه مبرده واصلا جاتني زوينه. ودرت يا اختي الذهب ديالها ولا اكسسوار كلشي جافر. مشيت يا اختي النيشان هنايا جبت يا البنات كما كتشوفوا كرواسه والحلوه وداكشي اللي غادي نحتاجو ما بقى والو الاسر غادي يودر ما بقى والو يا اختي كما كتشوفي وغادي يوصلوا. وجبدات ماما يا البنات هنايا الكيسان صافي يا اختي بديت هنايا كنقاد اول حاجه في الكرواسه بطبيعه الحال قلت ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه. ايوا يا اختي بغيت نصور لكم في الصاله وداكشي منزله فوق الطاوله لحقاش كاينين الضياف وانا يا البنات حشمت راكم عارفين كنحشم نصور قدام الناس ساعه صافي راني شاركت معكم كلشي بحال يا اختي كنتو معايا وكنبغي نخبي عليكم والو. انا مسمين حتى هو اللي قادته ماما سيري ماما غير خطك علينا الله يعطيك يا اختي اما تميتي في خاطرك. ايوا صافي الكبيده ديالي زوينات البغرير حتى هو مع العسل وكلشي. ايوا بطبيعه الحال غادي نوجدوا واحد يا اختي سيدي مولاي وبراد مشحر ماما اللي تكلفات يا اختي به بطبيعه الحال انا تكلفت غير بالشي الاخر. وبطبيعه الحال الحلوه حتى هي بدينا كنرتبوها خدينا اشكال وانواع صراحه جبنا داكشي اللي غادي يقدناو ما كلفناش على راسنا حنا عارفينهم تا هما قابلين علينا وحنا قابلين عليهم الله يتاويهم بالخير والله يكمل عليهم كلشي بخير نحضروا العرسهم ونشوفوا ولادهم ان شاء الله.